الشرع أولاً، بالمنطق ثانياً. الشرع شو دخلوا بالنص؟ دخلوا نص. اليوم أول يوم 2005، شو في أعمال عم تتحضر بالدراما السورية؟ تاني أعمال رشا الشربتجي أشواك ناعمة رح يكون على الشاشات. من الواضح إنه النص اللي اشتغلت عليه مع رانيا بيطر رح يكون مفاجأة الموسم. وتاني عمل عنا عصية دمع، هالثنائية اللي حبيناها بين سلفة وخرجي وجمال سليمان بالفصول الأربعة رح ترجع وتتكرر، وهالمرة دلع الرحبة هي اللي مدلعتنا بالنص، وحاتم علي هو اللي رح يخرج المسلسل. وحاتم علي رح يقدم لنا مسلسل ملوك الطوائف، وهو ثالث مسلسل بيحكي عن تاريخ العرب في الأندلس بعد صقر قريش وربيع قرطبة. وعندنا مسلسل طال انتظار وعم بيحكي عن قصة الشاعر نزار قباني ومن بطولة تيم حسن. وبعد نجاح كاتب عصر الجنون هاني السعدي رح يقدم لنا حاجز الصمت، وهالمرة الصمت رح يكون مختلف من نوعه، رح يحكي عن موضوع الإيدز. وسنة عن سنة عم بنحب هالمسلسل، هالمرة خامس موسم من بقعة ضوء، بس هالمرة للأسف بدون باسم ياخر. وأيمن زيدان مش بس بملوك الطوائف، رح يقدم لنا كمان مسلسلين من الأعمال الكوميدية الرفيعة. أول مسلسل هو زوج الست واللي بيجمعه مع سوزان نجم الدين، والمسلسل رح يحكي عن لما تنقلب الأدوار وتصير المرأة هي المديرة والزلمة هو الموظف. وتاني عمل هو أنا وأربع بنات يلي رح يقدمه هالسنة، ونورمان أسعد رح تطل علينا برجاها، وقصة دمار شامل ما بين انتقام وظلام، وأولادها راحوا وأولادها ضاعوا ورجاها. وعندنا هالسنة مسلسلات سورية بنكهة شوي أردنية، يعني بحكم الإنتاج الأردني، وأولهم هو مسلسل الشمس تشرق من جديد لصبا مبارك، وكتابة أمل حنا وإخراج هيثم حقي. وعندنا كمان مسلسل هالسنة أنا متحمس له اسمه أمهات، والمسلسل فيه أسماء كبيرة مثل منى واصف، فادية خطاب، سوزان نجم الدين وغيرهم. خبروني هالسنة شو حابين تحضروا. في عندي مشكلة ما بين إنه في مسلسل بدي أتابعه على محطة وبتزامن عرضه على محطة تانية، كيف ممكن أراعي هذا الموضوع؟